مرحبا يا شيخنا العزيز. أهلا وسهلا. ما دينك؟ مسيحي وليس نصراني ولله الحمد. طيب، الذي سماك نصراني هو بابا الكنيسة القبطية شنود الثالث وآباء الكنيسة. هل أخطأوا في ذلك؟ هل كذبوا في ذلك؟ هذا أولا. ثانيا، ولله الحمد على ماذا؟ وبعدين تحمد من الثلاثة أصلا؟ أنت تعبد ثلاثة. قال الرب لربي، سفر المزامير، ربان. قانون الإيمان عندك إله من إله، إلهان. في سفر التكوين عندك أمطر الرب. الشيخ ليه ما تعطيني مجال أتكلم معه؟ اصبر، ما زلت ما كملتش أنا. أمطر الرب عليهم نارا من ربي. اصبر حتى أتم. آخر نقطة أتم بها، من هو الذي سماك مسيحيا؟ من الذي سماك مسيحيا؟ أتحداك تعطيني نصا واحدا أن الرب. اسكت لأنني أتكلم. أنت شخص ما تحترمش في الحوار. لو تحترم في الحوار تسمع حتى أتم بعدين تتكلم. لما طالع أرد على تسمع حتى أتم بعدين تتكلم. تركتك تطرح ما عندك. اسكت، ما تقعدش بالع راديو. تمام؟ فأعطيني من الذي سماك مسيحيا في دينك، في كتابك. من الذي سماك مسيحيا؟ يلا تكلم. سؤالك بس، مش طالع أحكي، طالع أرد على سؤالك. أي سؤال؟ اتحديت شخص يجيب لك من كتب السنة بالفيديو. أنا اللي تكلمت كلاما الآن ترد عليه. أنت زعمت أنك مسيحي ولست نصراني. من سماك مسيحيا في كتابك؟ يا زلمة طب اسمع علي رد على السؤال، ما تخرجش من الموضوع. طرحت شيئا في البداية. طرحت شيئا في البداية يا زلمي في مين اللي حكى دورة كبيرة، وبعدين تعال انزل كبس تحت. كلامي واضح جدا. لما تخش تقول كلمة تقعد قدها. قلت انك لست نصرانيا ومسيحي. هات لي من الذي سماك مسيحيا في كتابك. هات من الذي سماك مسيحيا في كتابك، وإلا تصمت. هكذا هو حال النصارى يا إخوة. يدخلون يطرحون شيئا، لما رد عليهم يقول لك لا أنا أريد أن أرد عليك في نقطة كذا. فترد على النقطة اللي أنت أول شيء طرحتها. رد على النقطة الأولى التي طرحتها. أنت دخلت وقلت إنك أنت مسيحي ولله الحمد ولست نصرانيا. تعال نتناقش فيما قلت في المقدمة. أول شيء، من الذي سماك مسيحي؟ هذا سؤال لكل النصارى. من الذي سماك مسيحي؟ 2، أي رب الذي تحمده من الثلاثة أيها النصراني؟ 3، الذي سماك نصرانيا هم أباء كنيستك. روح كذبهم هم. يلا منتظرين نشوف نصراني يستطيع الرد علينا. إذا في نصراني يريد حوارا يكتب رقم 3. بالله يا مسلمين ما حدش يكتب رقم 3 لو سمحتم. الإخوة المسلمين ما حدش يكتب رقم 3. أبو العواصف، تقدر تميزهم أنت النصارى؟ نعم يا شيخ، أغلبية اللي طالبين قسط مسلمين يا شيخ، الأغلبية الساحقة يعني. يلا حنساعدك بشرط واحد تردها. إذا مش حترد حتنزل. رد على الكلام الذي طرحته. من سماك مسيحيا؟ أرد عليك وعد غير أرد عليك. بقول لك وعد غير أرد عليك، بس اسمعني يا زلمة. طب اسمعني شوية. ترد. وطي صوتك يا جحش الفرع كما قال كتابك أيوب 11:12. وطي صوتك عصا. ناقص علينا اللي عبد مصلوب يرفع في صوته. ترفعش صوتك على موحد. صوتك لا يرفع على موحد. عبد المصلوب الذي يعبد مصلوبا مقتولا قتله اليهود والرومان لا يرفع صوته أبدا على موحد. تدخل بأدب وانت صوتك منخفض نجيبك. أي نصراني يبدأ مقدمة بكلام يلزم بهذه المقدمة. أنت دخلت تكلمت مقدمة، قلت أنك أنت لست نصراني بل اسمك مسيحي. طالبناك وقلنا لك أعطنا من الذي سماك مسيحيا في كتابك. بس طلب بسيط جدا. هات لي نص واحد في كتابك أن الرب سماك مسيحي.
والله لن تستطيع. مرة أخرى والله لن تستطيع، لأن الذي سماك مسيحي في كتابك هم الوثنيون، فتسمية دينك التي تفتخر بها مأخوذة من وثني، مأخوذة من وثني. وزيادة في مقدمتك ماذا قلت؟ في مقدمتك قلت إن أنا مسيحي ولله الحمد. شنو لله الحمد؟ بطلوا سرقة من المسلمين. يعني قلتم الحمد لله على نعمة المسيحية، سرقة من المسلمين بتاع الحمد لله على نعمة الإسلام. قلتم عن نصوص كتابكم آيات وهي أعداد مش آيات سرقتموها من المسلمين. توقفوا عن السرقة والاقتباس من مصطلحات المسلمين. شيخ مرحبا، كيفك؟ الحمد لله. ما دينك؟ أنا مسيحي. نعم تفضل. شيخ، إذا كون أنا مسيحي يصير مسلم، شنو رأيك؟ كيف رأيك إذا أنا مسيحي أريد أصير مسلم؟ رأيي في ماذا يعني بالضبط؟ ها؟ رأيي في ماذا بالضبط؟ إذا دينكم تقول لي نظيفين ما أعرف كيف وهكذا. طبعا نظيفين غصبا عنك، هذا أكيد. يعني نحن الذين نعلمكم الطهارة والنظافة. يا آكلي لحوم الخنزير، نحن من نعلمكم النظافة والطهارة. أنت آخرتك تأكل في لحم خنزير المعفن. الخنزير المعفن هو اللي تأكل في لحمه. بس تعطيني أختك عنيشة. أختك تريد أن تفعل بها هكذا؟ عادي، عندك في كتابك 14 قصة زنا محارم، فطبيعي أنك تفعل هكذا بأختك. طبيعي. هو يا إخوة يستشيرني أنه يريد أن يفعل الفاحشة بأخته، فأنا أقول له من الناحية الإسلامية حرام، لكن في كتابك هنالك 14 قصة زنا محارم، ماذا نفعل لك يعني؟ في كتابك في تشجيع، في كتابك في تشجيع على هذا الأمر. بعدين يلا تعال نرد عليك من كتابك. هذا نصراني يا إخوة. شفت النصارى يريدون ممارسة الفاحشة مع أخواتهم والعياذ بالله. شوفوا يا إخوة، خلينا نرد عليه من نص من كتابه. طبعا أي نصراني يشتم نرد عليه من كتابه. هذا كتاب النصارى، هذا النص في كتاب النصارى، سفر صموئيل الأول 20-30. فحمي غضب زين خير الله على هذا المرشوم المتصل وقال له: يا ابن المتعوجة المتمردة، أما علمت أنك قد اخترت ابن يسى لخزيك وخزي عورة أمك؟ هل أنا شتمت؟ أعوذ بالله. هذا نص في كتاب النصارى يا إخوة. اثنين يشتموا في بعضهم في كتاب النصارى، فأنا أخذت هذا النص وطبقته على هذا المتصل الشتام بس. لكن هل أنا أتلفظ بشتائم؟ أعوذ بالله. المسلم لا يشتم. مشكور يا صاحب حساب. المسلم لا يشتم. المسلم يطلع نص من كتابك ويصفعك به أيها النصراني. أي نصراني شتام نجلده من كتابه ولا نتلفظ بأي شتيمة ولله الحمد. أبو سارة بشارة. تفضل. يسعد مساك، وانا بس بنبسط بس شوفك، بس ما بحب شوفك معصب. لا تقلق، لا نتعصب إلا على من يعادي الإسلام. بأمرك أنا بس بتخلي حدا يجي يحرك لك أعصابك. لا بالعكس. ليش يحرقوا لي أعصابي وكتابهم موجود؟ كتابكم موجود. صح ولا لا؟ إن شاء الله تتخلى عن هذا الكتاب المحرف قريبا يا بشارة. والله أنا بتصدق العهد القديم أنا مش شايفه، وأنا لما منك من حضرتك وقتها صرت أنا أسمع لك، صرتنا نسمع كم آيات من قبل، إنه أيام أشعياء أيام صموئيل نحن بلشنا بخلقنا بلشنا بالعهد الجديد دغري، يعني الكتاب المقدس الجديد من أيام يسوع وجار. هلا قبل هو أنت لو شفت العهد القديم كنت ستترك النصرانية أساسا. شوف هذا عابر قارات. دقيقة بس. يا عابر، أنت ما دينك؟ من الظلمات إلى النور. يا عابر ارفع صوتك، صوتك منخفض. بقول لك من الظلمات إلى النور.
من الظلمات. عبرت من الظلمات. أي نعم. طيب، ما هو النور الذي أبصرته بعد تركك للظلمات؟ 50 سنة وأنا في الظلمات. يا عم 50 سنة، أنت عمرك حتى 30 ما تعداش، بطل كذب. يلا جاوبني، ما هو النور الذي رأيته بعد الظلمات؟ نور ماذا الذي رأيته؟ شفت نور السيد المسيح عليه نور. وانت ايه اللي عمرك؟ طيب اهدى شوي، اهدى. وين شفت هذا النور؟ أين رأيته؟ أين رأيت هذا النور؟ شفته وأنا صاحي، شفت نور لا يوصف ولا أقدر أوصفه لك أصلا. طيب تمام، لما رأيته من أدراك أن هذا يسوع المسيح؟ حيكون من غير هو المسيح، هو اللي بيظهر بنوره للعالم. أنت من أدراك؟ عادي، كتابك يقول في رسالة بولس: ولا عجب أن الشيطان يتحول إلى ملاك نور. ممكن الشيطان طلع لك. لا الشيطان ما بيطلعش في هيئة نور. كتابك قال هكذا، كتابك هو الذي يقول هكذا في رسالة بولس: ولا عجب أن الشيطان يتحول إلى ملاك نور. ويمكن واحد كان مشغل السيارة، الفلاش بتاع السيارة، فشفت انت النور بتاع فلاش السيارة، ظننته يسوع المسيح. المشكلة يعني يمكن الفلاش بتاع سيارة حديثة وكذا، فتلخبطت عليك الأمور. يا عابر، بلاش تدليس على النص مش بيقول كده أصلا. طب النص وين موجود؟ ممكن افتح لك التفسير. النص وين موجود؟ اطلب له التفسير، بس هو مش عارف اصلا النص اين موجود؟ النص موجود في إشعياء. يا عابر القارات، النص موجود في العهد الجديد على لسان بولس. قال لك قاعد تدلس وهو مش عارف اصلا النص وين اساسا. طيب ماذا يقول النص؟ ما علينا موجود فين، بس هو في إشعياء. ماذا يقول النص؟ ده مش موضوعي، انا طالع اقول لك حاجه واحده. يا عم امشي كبس تحت، بلاش تعرف انت وصوتك المقرف هذا. امشي كبس تحت، يلا امشي يلا. قال لك في اشعياء. والله يا شوف فيلم يا شيخ هذا. شوف فيلم يا شيخ، في من الحلم اللي هو فيه بيحلم قاعد معانا. انا حتى حلم اسمعك قد ما بتقنعني زيادة عن اللزوم. نعم، بحب اسمعك وتسمع واعرف انه انت عن جد حق. خلاص، معناته ما الذي يمنعك من الاسلام يا ابو ساره يا بشاره؟ يلا ما في شيء شد الهمه. بدي بس اطمعن واوثق وهيك، ما في هيك كوني فكانت نحكي الصراحه. بدي بعد انا بنبسط فيك، بنطرك مناطر هيك وفتح على دماغي، استوعب شوف وين في اخطاء. انت اهم شيء الخطوه التي تقوم بها انك شاهد جميع فيديوهاتي وشاهد جميع بثوثي، وان شاء الله ستترك النصرانيه وتعتنق الاسلام عن قريب. ويعبرنا الله مش غلط بانه طريق ربنا، اذا كان هذا هو ذيك المال والله المال، بدنا نوصل للحق ان شاء الله. نسال الله. ولو عندك سؤال تفضل يا بشار. اسلم عليك واطمن عنك وانا عم بحضرك بس. نزلنا. اهلا بك، حياك، اهلا وسهلا بك. يا الله، يلا اذا في نصراني يريد حوارا يكتب 3. خلينا نوصل مشاركات 50,000 يا اخوه، والتكبيسات. السلام. وعليكم. أخي شنو سؤالك؟ ما دينك؟ مسيحي. نعم. طرحنا نص قبل قليل موجود في سفر التكوين ونريد شرحه. أنت قلت المسيح قال، يعني أنت قلت اعبدوني. ما أعرف. دقيقة بس، ألم تطلب مني الآن سؤال؟ أرجع على سؤالك الأول. أنا آخر سؤال سألته قبل قليل عن هذا النص، مش أنت طلبت قلت شنو؟
اسمعني، ألم تقل أنت شنو سؤالك؟ مش مفروض أنا أسأل الآن ولا أنت الذي تريد أن تقرر ما هو السؤال؟ أنت تريد أن تقرر ما هو السؤال بالضبط. إذا تريد أن تقرر أنت السؤال خلاص قرر أنت معناتها. إذا لا تقول لي يعني سل سؤالك. على كل حال خلاص نرجع إلى نص السؤال الذي تريد. نعم، أين قال لك يسوع المسيح أنا إلهك في كتابك؟ تفضل. لا تستخدم الذكاء الاصطناعي في بحوثك رجل كرجل. أنت تستعمل الذكاء الاصطناعي في بحوثك. أرجوك أن تتكلمني رجل على رجل. رجل على رجل. أنت واضح عليك أنك داخل من البداية ما أنك فاهم رأسك من رجلك. تمام، تستخدم الذكاء الاصطناعي. شيخ هذه صفحته كلها طعن في الإسلام وشتم للإسلام يا شيخ. سأؤدبه خلوه يخرط يا أخوة، خلوه. يلا جاوب على السؤال. أين قال لك يسوع المسيح أنا إلهك؟ تمني أخي. أين قال لك يسوع المسيح أنا إلهك؟ طلع النص يلا. أطلع النص. يوحنا 10:30. اقرأ. قال سبحانه وتعالى السيد المسيح إن أنا والآب واحد. أنا والآب واحد. كذلك قالها عن التلاميذ. قال من يراني قد رأى الآب. اصبر واحدة. كذلك قال عن التلاميذ ليكون الجميع واحدا فينا كما أنهم هم فيك أيها الآب واحد. نفس الكلام. هل هم هكذا أصبحوا آلهة؟ التلاميذ أيضا واحد مع الآب. هل أصبحوا آلهة بذلك؟ في نفس الإنجيل يوحنا. عزيزي أنت تكتمني كلمتين وتكتمني، ليش ما تطول المجال؟ ليش ما تطول المجال؟ نفس الكلمة قالها عن التلاميذ. هل يصبحون آلهة؟ عزيزي قال أنا الآب، أنا والآب واحد. ما معناتها؟ تمام. نفس الكلمة قالها عن تلاميذه. قال عن التلاميذ أنهم واحد مع الآب، ثم هو في نص آخر قال أبي أعظم مني. كيف هو الآب واحد وفي نص آخر قال أبي أعظم مني؟ هذا تناقض في كتابك. هذا تناقض في كتابك. لكن السؤال لا يزال قائما. السؤال لا يزال قائما. أنت لم تجب على السؤال بالمناسبة. أنا قلت لك أين قال لك يسوع المسيح أنا إلهك؟ لماذا لم يصرح أنه إله؟ نص من رآني فقد رأى الآب، أنا والآب واحد. دعني أتكلم. بس يا خنزير يلي تسب الإسلام في صفحتك. اسكت يا خنزير يا وسخ، كبس تحت. امشي يا خنزير. خنزير تسب الإسلام في صفحتك. ها؟ بعدين كلمة خنزير استخدمها يسوع المسيح في إنجيل متى. قال لا تعطوا القدس للكلاب ولا تطرحوا الدرر أمام الخنازير اللي زيك أنت. يعني يسوع المسيح هو الذي استخدم هذه اللفظة. إذا قلت عني إني أنا أتلفظ بألفاظ سيئة فقد قالها قبل يسوع المسيح في إنجيل متى. قال لا تعطوا القدس للكلاب ولا تطرحوا الدرر أمام الخنازير. وأنت حقيقة تستحق كلمة خنزير لأنك في صفحتك تسب الإسلام. الذي يسب الإسلام الخنزير أشرف منه، الذي يسب الإسلام. شوفوا يا إخوة، ما فيش نصراني يجيب على السؤال بشكل واضح. سألته سؤالا، هل أنا قلت لك أين قال المسيح أنا والآب واحد؟ أم قلت لك أين قال المسيح أين قال المسيح أنا إلهك؟ قلت لك أين قال المسيح أنا إلهك. أنا والآب واحد قالها حتى عن التلاميذ نفس الكلمة. تريد أن تقول إن المسيح قال أنا والآب واحد معناته وهو إله؟ برضو تلاميذه واحد مع الآب في إنجيل يوحنا. هذه زي النصراني اللي مرة جاني بكل ثقة قال لي المسيح هو الله. قلت له ما الدليل على ذلك؟ قال المسيح قال عن نفسه أنا نور العالم. قلت له كذلك قال عن تلاميذه أنتم نور العالم. فهل يصبحون آلهة بذلك التلاميذ؟ فبهت الذي كفر. فالنصوص التي تأتون بها كلكم يا نصارى تأتون بها وتطبقونها على المسيح قد قالها المسيح في غيره أيضا.
زي يجيك النصراني هكذا فرض عضلاته ونافخ صدره يقول لك المسيح أحيا الموتى. تعال يا نصراني، في كتابك النبي حزقيال أحيا جيشا كاملا من الموتى، في كتابك النبي إيليا أحيا الموتى، في كتابك النبي أليشع أحيا الموتى، في كتابك بطرس الرسول أحيا الموتى. هل يصبحون آلهة بذلك؟ هذه معجزات يجريها الله عز وجل على أيدي أنبيائه. افهمها يا نصراني، افهمها. المسيح بنفسه قال في إنجيل يوحنا أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا. نص واضح، قال لك أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا.